هو مين الاخطر على الصحه، السمنه ولا النحافه؟ الاجابه مش زي ما انت فاكر. الناس دايما فاكره ان الخطر من الوزن الزياده بس الحقيقه ان الاثنين خطر لو خرجوا عن السيطره. النهارده هنفهم مع بعض اللي بيحصل في الجسم في الحالتين، وهنشوف مين فعلا اخطر على المدى الطويل. واخر الفيديو هقول لكم ازاي توصلوا للوزن الصح من غير حرمان ولا تعب. خلينا نبدا بالسمنه. السمنه مش معناها شكل او مقاس لبس، السمنه معناها ان في دهون زياده عن احتياج الجسم، والدهون دي مش قاعده ساكته، دي بتفرز هرمونات وانزيمات بتبوظ الجسم كله. فالنتيجه السكر ممكن يعلى والضغط يزيد والمجهود يقل، القلب بيتعب والمفاصل بتتاثر وحتى النوم بيتلخبط. ده غير ان السمنه بتاثر على الحاله النفسيه جدا، وده لان الهرمونات بتتلخبط، فالمود ساعات بيبقى سيء من غير سبب واضح. السمنه خطر خصوصا لو دهون البطن هي اللي زادت. تعالوا بقى نتكلم على النحافه. لو مؤشر كتله الجسم بتاعك اقل من 18.5 هتكون مصاب بالنحافه. ناس كتير فاكره ان النحافه بتساوي صحه، لكن الحقيقه مش كده خالص. الجسم النحيف زياده اكتر عن اللزوم ممكن يكون بيعاني اكتر من الجسم المليان شويه، وده ليه؟ لان الدهون لها دور مهم جدا، بتحمي الاعضاء وبتخزن طاقه وفيتامينات، فلما تقل جدا جهاز المناعه بيضعف والعظم بيبقى هش والطاقه بتبقى ضعيفه جدا. كمان السيدات المصابين بالنحافه ممكن يكون عندهم خلل في الهرمونات والدوره الشهريه، فالموضوع مش دايما ان كل ما تقل في الوزن بيبقى احسن. طب نرجع للسؤال الاولاني، مين الاخطر؟ الحقيقه تعتمد على الحاله نفسها، بس في العموم السمنه اخطر على المدى الطويل لانها بتاثر على القلب والشرايين والضغط، بس النحافه بتبقى اخطر خصوصا لما تكون النحافه دي شديده والجسم ضعيف جدا والمناعه ضعيفه. يعني لو هنجاوب باختصار، السمنه خطر صامت والنحافه خطر صريح. كل اكل حقيقي مش مصنع، واشرب ميه كويس، ونام كويس لان قله النوم بتبوظ الهرمونات، وحرك جسمك كويس مش شرط جيم، حتى المشي بينفع، وما تقارنش جسمك بحد، جسمك ليه بصمته الخاصه. سواء كان عندك سمنه او نحافه لازم تحسب السعرات لما تيجي تعمل دايت. لو عايز تعرف ازاي تحسب سعراتك اكتبوا لي في الكومنتات، واكتب لي برضه في الكومنتات انت شايف نفسك اي نوع فيهم. اوعى تستلف راحتك على حساب صحتك، لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.